السلام عليكم أصدقاء القناة. شدوا السماعات وخليوا الضوء ضعيف، حيث ليلة عدنا قصة ليلة الولد الضائع في الدار المسكونة. انتم واجدين؟ يلا توكلنا على الله وابدعوا. ليلة الولد المسكون في الدار المهجورة. كان نهار السبت، وأنا مشيت للدار ديال واحد الولد الصغير اللي معروف في الحي بأنه مختلف. النهار داز بسرعة، وأنا كنت باغي ناخد معاه شوية الفلوس على شي خدمة صغيرة. دخلت للدار، الجو كان ثقيل والظلام كامل. الباب الخشبي فيه صدى والحوائط كلها متشققة. كل خطوة كنت كنقرب فيها صوت أصوات غير مفهومة، كحركة صغيرة في الهواء، وكأن شي حد كيتبعني. الولد كان جالس في الزاوية، عيونه كبيرة وبراقة بحال شي كائن ماشي طبيعي. بدأ كيتحرك بسرعة غير معقولة، وكيسمع غير هو، وكيضحك بصوت حاد وغريب كيخوف حتى الحجر. حاولت نهرب، ولكن فجأة الباب تسكر وحده، والدار كلها بقات ساكنة، غير الولد كيتقلب في الظلام بحال ظل حي. ضربني في الصدر بيده الصغيرة، وكان حس بالقوة ديالو كتشدني، وكأن شي شيطان داخل فيه. الليل كمل، والولد بدأ كيهمس كلمات ما فهمتهاش، بحال شي لغة قديمة أو لعنة. كل مرة كنحاول نصرخ الصوت ديالي كيختفي، والبرد كيغرقني في العظم. فجأة الولد اختفى، ولكن آثار خطواته الصغيرة باقية على الأرض والجدران، وكأن شي قوة خارقة دارت دورة في الدار. كل ضحكة كنت كنسمعها من بعد كتبقى في الدماغ، بحال صدى الحكاية اللي عمرها ما تمحي. من داك النهار الناس في الحي ما كيقربوش للدار في الليل. اللي كيدخل كيشوف ظل صغير يتحرك فجأة، وكيحس بقشعريرة شديدة في الظهر، وكأن الولد ما زال حي في الدار المسكونة. النهاية، أنا خرجت حي، ولكن الذكرى ديك الليلة ما زال كتحاصرني. كل مرة كنقرب للدار والولد باق بين الحياة والموت، كيحرس الدار ويخوف أي حد يقرب. العبرة الحذر من المجهول. أي مكان مهجور أو غامض ممكن يكون فيه خطر، وما خصناش نستهين به. الخلاصة، القصة كتورينا أنه الفضول المبالغ فيه ونتخيل المجهول بلا حذر ممكن يوقع الإنسان في مواقف خطيرة. وحتى في الحياة اليومية الحذر والمعرفة مهمين باش نحمي راسنا.